رفعت اكتر من 50 فيديو، وكل فيديو عندي بيجيب 5 مشاهدات، 10 مشاهدات، 15 مشاهدة بالكتير قوي. طب في ايه يعني؟ في حاجة عندي غلط قناة وانا مش عارف ولا ايه؟ لسه عامل القناة جديد وما فيش متابعين ولا في حد بيجيلي، وحاسس ان انا في دوامة. اعمل ايه طيب عشان اخرج من اللي انا فيه دوت؟ بص يا جماعة، صلوا على النبي. اول حاجة انت بتعملها ان انت بتعمل لوجو للقناه بتاعتك. تاني حاجه انت بتعمل الاسم بتاعك، عايز تعمله بالعربي او بالانجليزي اسم القناه. بتحط صوره ليك، صورة طبعا بتكون واضحة. بيبقى في عندك فوق تحت اللوجو بتقول ليوتيوب أنا قناتي بتتكلم عن كورة، بتتكلم عن الجيمنج، بتتكلم عن الرياضة، بتتكلم عن وار، بتتكلم على سياسة، بتتكلم على كذا حاجة. بتخش طبعا، انت بتخش على النت بتفهم انت بتكتب الحاجة دي ازاي، وهبقى اعملها لك في فيديو بعد كده. تاني حاجة يا جماعة، لما بتيجي ترفع الفيديو ما ترفعوش مرة واحدة علني، انت بتعمله حاجة اسمها غير مدرج او خاص. ليه؟ بتدي طبع او انطباع لليوتيوب ان هو ياخد الفيديو بتاعك ويعرف ان انت بتتكلم عن ايه في الفيديو. وبنفس الوقت اليوتيوب بيبقى عايز منك فترة اللي انت تخليه غير مدرك او تخليه خاص، علشان يعرف الفيديو ده بيتكلم عن ايه ويوديه للجمهور اللي هو داخل عايز يتعلم حاجة بيبعتها له. يعني انا ما ارفعش الفيديو على طول واحد جاي يتفرج على كورة لقاني انا بتكلم على التعليم، اي الفيديو ده اللي جابه قدامي هيقوم لغيه شايفه حاجة غيره. لا، خليه غير مدرك او خاص لمدة 5 او 6 ساعات. اللي بيقول لك ساعة واتنين دول لا، خليه براحته، خلي الفيديو ياخد راحته. انا بقى ممكن وانا برفع الفيديو بخليها قبلها بيوم. انا رفعت الفيديو، رفعته دلوقتي، تاني يوم انا ببقى طبعا عامله خاص او اسمه إيه ده غير مدرك. تاني يوم بقوم عامله علني. ليه؟ بيكون خوارزمة اليوتيوب خدت الفيديو، الكلام اللي فيه في عندي حاجة اسمها حقوق الطبع والنشر او حقوق ملكية. الحاجات دي لو موجودة بتأثر على الفيديو. لو انت شغال شغلك حصري، بتعمله حصري وانت اللي طالع بتقول للناس ان الفيديوهات دي انا هعملها دلوقتي، طبعا بتعمل ايه؟ بتقوم رافعها عادي. طبعا لما بعملها غير مدرك باجي ارفع بيديني الانذار، لو انا سارق الفيديوهات او حاجه بيديني الانذار قبليها. بعرف بقى ايه انا. في اغنيه كانت شغاله جنبي وانا شغال، طلعت في الكلام عندي هنا في المايك او في المايك بتاع اللي انت بتصور بيه. تالت حاجه يا جماعه، الاعدادات بتاعتنا، الاعدادات بتاعت القناه. انا دلوقتي في حاجه اسمها اعدادات عندي لما باجي افتح استوديو اليوتيوب، لما باجي افتح اليوتيوب يا جماعه. بعد كده بنخش على حاجه اسمها الاعدادات التلقائيه لتحميل الفيديوهات. في حاجه هنا عندك اسمها الاعدادات المتقدمه، بتدوس عليها. هنا يا جماعه الفئه دي مهمه جدا جدا جدا. يعتبر في 90% على اليوتيوب شغالين من غير ما يعملوا الفئه دي. خش على الفئة زي ما انتم شايفين كده اهي: الترفيهية، الأشخاص، المدونات، الأخبار والسياسة، الرياضة، طبعا الموسيقى، السفر، زي ما انتم شايفين، الحيوانات، التعليم. أنا عشان بتكلم على التعليم فبعملها تعليم. ما كنتش بتكلم عن الكورة أو بتكلم عن السياسة وأجي أعملها هنا تعليم. غلط، أنت كده بتوقع الفيديوهات وبتدمرها. تمام. تاني حاجة يا جماعة، الصورة بتاعتنا اللي هي الصورة المصغرة. يعني لو رجعنا كده اهو يا جماعة، رجعنا كده زي ما انتم شايفين. بصوا شايفين الصور المصغرة عندي عاملة ازاي؟ اهي دي الصور المصغرة دي. طبعا يا جماعة القناة دي ما بقالهاش أكتر من شهر ونص تقريبا أنا عاملها، بس رفعت عليها كام فيديو حوالي ما يكملوش 15 فيديو. بس قعدت طبعا طول شهر رمضان ما كنتش شغال على القناة، فيا دوبك إيه، القناة كانت شغالة زي ما انتم شايفين في الأول أهي، وبعد كده رجعت ريحت مني بسبب إن أنا قعدت شهر كامل مش بفتح. دي يا جماعة برضو عشان الاستمرار جميل جدا جدا في القنوات بتاعتنا. لازم أن يكون في استمرار. طول ما انت بتستمر طول ما القناة بتاعتك بتكون في الطالع. تمام. ارفع كام فيديو بقى يا جماعة
في اليوم أو في الشهر أو في الأسبوع أو أرفع كام فيديو؟ أنا مش عارف، أنا باعمل الفيديو وبارفعه ومش عارف أنا كل قد إيه. بُص، لو أنت بتعمل شغل كتير على المونتاج وكده، فأنت من كل أسبوع بيبقى ليك وقت معين بترفع فيه. يعني أنا بارفع الساعة 18:00، 19:00، 20:00، 21:00 بالكتير أوي 22:00، يبقى أنا كده ظلمت اليوتيوب معايا. ما اجيش بقى ارفع الساعة 2 بالليل، 3 بالليل، ما فيش حد قاعد لك، ما هو ما فيش حد قاعد لك. الساعة 6، 7، 8 دول يا جماعة الناس بتبقى مخلصة شغل، والكميات بتاعة المنصة بتاعة اليوتيوب بتكون مرتفعة، مرتفعة جدا جدا. بص يا جماعة، انت ظبطت الاعدادات بتاعتك، ظبطت الصورة مصغرة، ظبطت الصورة بتاعتك اللي هي من جوه الايميل بالبانر بالاسم بتاعك. ارفع الفيديو، اعمله غير مدرك، اقعد يوم، بعد كده ارفعه. هتبص تلاقي انت مشاهداتك بدل ما كنت بتجيب 20 30 مشاهده، لا انت بتعدي 1000، 1200، 2000، 15000 في فيديوهات بتضرب معاك بس بالاستمرار. استمر، ما تقولش لا. ويا جماعه يعني في كذا حاجه هنا برضو، ده انا كده لو قعدت معاكم الفيديو هيطول. في كذا حاجه برضو بتعملها عشان الفيديوهات بتاعتك تكون متصدرة. الصورة المصغرة بنسبة 40% مهمة جدا جدا جدا. بعد كده العنوان بتاعك، بعد كده الوصف بتاعك، دول بيخلوا خوارزمة اليوتيوب ترشح القناة بتاعتك لناس كتير. وبعدين القناة بتاعتك أول 30 ثانية لازم يبقى ليك هوك بتاعك، لو قوي وسحب مشاهدين انت الفيديو بتاعك هيشتغل مدى الحياة. عارف يعني ايه مدى الحياة ولا مش عارف يعني ايه مدى الحياة؟ فيا جماعة دي حاجات. أنا كنت لسه دلوقتي عامل الصفحة زي ما انتم شايفين اهوت، والقناة بتاعتي دي جديدة، مش عادية، مع إن معايا قناة تانية هي زي ما أنتم شايفين فيها حاجة و80,000 برضه. قعدت شهر كامل ما اشتغلتش، فالدنيا عندي واقعة شوية، بس عادي نقومها تاني إن شاء الله. فيا جماعة الحاجات دي لما بتعملها، ديك شايف أهو القناة كانت في الرافع عشان أنا كنت شغال مستمر، لكن أنا جيت طبعا عشان شهر رمضان بالنسبة لنا إحنا موسم في شغلنا، فالواحد ما رفعش ولا فيديو، وده كان غلط. بس المفروض كنت عملت فيديوهات ورفعتها في وقتها، بس ما كانش في وقت. الفيديو عندي بياخد وقت والله، مش بعمله كده وبرفعه على طول. فيا ريت تعملوا الخطوات دي وادعي لي. ولو ما عملتش اشتراك وفعلت زر الجرس، خش اعمل اشتراك وفعل زر الجرس، وشكرا جدا. وطبعا يا جماعة النهاردة أول يوم العيد زي ما انتم عارفين، كل سنة وانتم طيبين، وشكرا جدا.